В другом аяте Суратул Ан'ам Аллах в Коране говорит: Бисмиллахир-Рахманир-Рахим, «Ва хуа Аллаху фис самавати ва фил ард». Он, Всевышний Аллах, на небесах и на земле. То есть дополнительное место мы можем получить из этих переводов Корана, что Аллах и на небесах находится, и на земле находится. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. هل معنى ذلك أن الله بذاته في الأرض مختلط بالخلق؟ لا، هذا معنى باطل. الله جل وعلا في السماء في العلو فوق العرش، وإنما معنى وهو الله في السماوات وفي الأرض معناه أنه المعبود في السماوات والمعبود في الأرض. معبود في السماوات تعبده الملائكة الكرام، وفي الأرض يعبده المسلمون من بني آدم ومن الجن والإنس. فالله في السماء وفي الأرض يعني الله هو المعبود في السماء وفي الأرض.